الدنيا في عينيا. انا نفسي اقول لك الف حاجه ليك في بالي. غيرت حالي بكلمة واحدة قلتها بعينيك، ما قدرتش انسى لون عيونك يا قمر لياليك. انا بين ايديك قدام عينيك يا حبيبي. خليني جنبك ضم قلبي في عز شوقي، محتاج لحبك بعد طول صبر الليالي. نظرة عينيك بتنور الدنيا في عينيا. انا نفسي اقول لك الف حاجه ليك في بالي. اناديك حبيبي ولا عمري ولا اقول لك ايه، ولا اي كلمه حب حلوه توصف اللي انا فيه. انا بين ايديك قدام عينيك يا حبيبي. خليني جنبك ضم قلبي في عز شوقي، محتاج لحبك بعد طول صبر الليالي. نظرة عينيك بتنور الدنيا في عينيا. انا نفسي اقول لك الف حاجه ليك في بالي. مرح في فرح متجمعين كده كلنا والكل سعيد. ده كان كليب الخطوبة. الليالي يلا ان شاء الله اموت في هواكي ان شاء الله. بس مش هي دي النهاية، الجزء التاني. طب يعني أنا دلوقتي لو جيت في الخطوبة عملت الفوتو كليب ولا الفيديو كليب، ماشي، هاجي بقى في الفرح هعمل إيه؟ لا لو على الفرح بقى يا معلم في افكار كتير ممكن تتعمل. أيوه زي إيه يعني؟ فاهم. انا عندي فكره ليكوا تحفه. إيه؟ بصوا ممكن نعمل فوتو كليب برضه؟ ما احنا عملنا أيوة تاني يعني. ياسمين لا أنا لا كنت لسه لا قاعد لا هنا. اسمعوا بصوا، يعني دي حاجه جديده وحاولوا تتخيلوا معايا. بصوا فكروا فيها يعني. ايه رايكم؟ تحفه صح؟ هي حلوة أوي بس مع احترامي ليهم يعني ده فرحنا برضه يعني مش كده برضه ولا إيه يا عم؟ والله برضه انا شايف انكم لازم تظهروا في الكليب بتاعكم بتاع الفرح. ده غير إن أنا حاسس إن أنا مش عارف يعني شفتها قبل كده. فين يا احمد فين؟ شوف لنا حاجة جديدة كده برضه يعني. معرفش خلاص. اسمعوا معايا كده، اما انا عندي ليكم حته فكره سيمبل وشيك جدا.
بس بقى ياسمين تبقوا واقفين مثلا في الجبل والدنيا وغروب كده من وراكم، الشمس طالعه كده وقاعدين نطفي ونروح مكان تاني. حلوة قوي، تحفة يا عمرو. ممكن نعمل حاجة برضو فوق شلال مثلا تجنن. صح احمد؟ ايه يا احمد؟ انت يا احمد انت مش عاجبك ولا حاجة من اللي احنا بنقولها؟ حلوه الفكره اللي عملها. بجد عجبتك؟ اه والله. شيل الحته بتاعت الرقص بس ايه يا احمد رقص ايه اللي نشيلها؟ ايه المشكله؟ نشيل الرقصه؟ ايوه ايه المشكله؟ احنا هنعمل فيلم يعني مش فيلم ايه يا احمد؟ فيلم ايه؟ ونجيب لك منتج بقى. انت بتهرج والله يا احمد. منتج. اوبا استاذ. دقيقة وراه تيمور وشفيق. صباح الفل على عمي وعم الانتاج السينمائي في مصر، نوح باشا. قصر يا غزال. الواد سلطان يا باشا كاتب حته سيناريو جبار، قصه حب منذ الطفوله، واسم الفيلم تيمور وشفيق. وده هتفرج عليه في 3 اشهر ولا ايه يا غزال؟ صبرك عليا بس يا باشا. اتفضلي يا استاذه. اسمح لي يا باشا اقدم لك الوجه الجديد، ياسمينة. دي بقى يا باشا اللي هتقوم بدور شفيق البطل. كمل يا غزال. هو الفيلم ده مفيهوش استعراض ولا ايه؟ تلميذك يا باشا. اتفضلوا يا اساتذه. سهى ونهى، عملنا لك حته استعراض صغير كده يا باشا عشان يعيشك جوه المشهد. اوبا. اوف. ايوه كده يا غزال، اخيرا فهمت يا غزال. بتعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر من حتة، أفضل في مكان إن شاء الله ل6 الصبح بفكر فيك. قابلني في سكة قصادي تفوت ببقى أنا على تكة ومش مظبوط، حد يقول لي أعمل إيه حكمني عليك. بتعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر من حتة، أفضل في مكان إن شاء الله ل6 الصبح. تقابلني في سكة قصادي تفوت. ده انتوا هتبقوا نجوم الموسم وكل موسم. ده انت لسه ما تعرفش المفاجاه الكبيره يا باشا، انا اللي هقوم بدور البطوله. بتقول مين؟ انا. ده انت عايز تغرقني معاك. يا باشا طب اسمع بس يا باشا، يا باشا طب اسمع بس، طب استنى بس يا باشا، طب خد بس. وليه انت تعمله لما المنتج ممكن يعمله؟ انسى يا غزال. خد صور ده يا غزال. استاذ يلا يا اساتذه. السنة اللي رفضنا فيها تيمور وشفيقة جوزنا أحمد وياسمين. ألف مبروك لأحمد وياسمين وعقبالكم كلكم.